دخلت المطبخ وعينكم ما تشوف الا النور. اللي هو بصوا، اعمل اكل ولا اغسل المواعين ولا انضف ولا اغسل البوتاجاز؟ يعني لو انتي مكاني كده حطي نفسك مكاني، وقدامك طريقين والطريقين اصعب من بعض وهياخدوا وقت اكتر من بعض. اول طريق ان انتي تنضفي المطبخ بمشتملاته ومحتوياته، بمواعينه بقى، ببوتاجازه، ببابا غنوجه، ولا تفكك من كل الكلام ده وتخشي على طول في الاكل. خاصة ان كل اللي حواليكي، كل العالم اللي حواليكي والناس اللي حواليكي زن بقى، جعانين 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 جعانين. طيب انا فكرت وقررت ان انا لا، هبدأ اعمل الاكل، اخش في الاكل على طول. لان في ايه؟ لا، في البوك في الدولاب من فوق. فكرت ان انا في الدولاب من فوق في الاخر. فقررت ان انا لا، هركن كل ده وابدا في عمل الاكل. وخاصه ان الاكل النهارده يا جماعه حاجه لذيذه قوي، حاجه جميله قوي، حاجه تحفه قوي. عارفين ايه هو؟ محشي. وما ادراكم ما المحشي، بحبه جدا. وخاصه لا، وخاصه ورق العنب. ماشي، ما تعمل يا سيدي يا يوسف في ايه؟ اهو قالت ما تعمل يا سيدي يا يوسف في ايه؟ قالت ما تعمل يا سيدي يا يوسف في ايه. المهم زي ما انتم شايفين، عايزه اعمل محشي وملوخيه، وفي نفس الوقت لا، اركن بقى على جنب، مش وقتك خالص، احنا جعانين. وبصراحه من ساعه ما عرفت ان انا هعمل ورق عنب وانا لا متشوقه جدا ليه. بحبه قوي يا ولاد. مين فيكم بتحب محشي ورق العنب زي حالتي كده؟ تحط اللايك. اللي بتحب ورق العنب والمحشي عموما تحط لايك، واللي ما بتحبش ورق العنب برضو تحط اللايك. طبعا مفكرين اقول لك حط ديسلايك، لا يا اختي، ده اللايك برضو. لما الميه تغلي ما تعمليهوش. يلا بينا قبل ما نبدأ بقى الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بس عايزه اقول لكم، زوجي ما بيطقش حاجه اسمها محشي، وبالاخص ورق العنب ده مستحيل يحطه في بقه. يعني هو ممكن ياكل اي حاجه في الحياه الا ورق العنب. تخيلوا في حد كده ممكن ياكل اي حاجه في الدنيا، اي اكل، الا ورق العنب. وممكن المحشي التاني ممكن ياكل، لكن ورق العنب مستحيل يحطه في بقه. معرفش ايه السبب بصراحه. المهم جبت بقى ورق العنب بتاعي اللي انا كنت مفرزاه. فاكرين ان احنا كنا مفرزينه مع بعض؟ الطريقه دي في التفريز خطيره تحفه، اللي هو انت بتفرزيه في ستريتش. وعلى فكره لسه في ورق عنب في السوق، الحقي بقى فرزي، لان الطريقه بتاعتي دي بتطلعيه من الفريزر كانك لسه جايباه من الشجره حالا. بيبقى فريش وجميل جدا، ولا بيتكسر ولا الورق بيتقطع ولا الهوا ولا اي حاجه خالص. هتشوفي الوقت معايا. والورق كده ما شاء الله بيبقى كبير وحلو، بيبقى سهل في الحشو بتاعه. طيب انا طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا كنت عامله في اليوم اللي قبل ورق العنب ده، كنت عامله حواوشي وعامله لحمه متعصجه، وكنت عامله برضو معايا تسبيكه المحشي. جميله يا ولادي، الحاجات دي حلوه قوي، ان انت تبقى عامله تسبيكه محشي، صلصه طماطم، مش عارف ايه، مجهزه حاجات كده في الفريزر، شويه ورق عنب زي كده زي دول مثلا مفرزاهم، شويه خضره محشي مفرزاهم زي اللي انت هتشوفيها معايا دلوقتي برضو. بصي انا ولا اشتريت خضره ولا اي حاجه، رحت مطلعه خضره محشي من اللي انا مفرزاها في الفريزر، وبدات ان انا اشتغل بيها، وزي الفل وجميله وتحفه تحفه. مالها يعني؟ عسل اهي. جميل التفريز ده، نعمه بجد. اللي اخترع لنا الفريزر ده المفروض يتعملوا تمثال. بيوفر علينا والله كتير يا ولاد، وقت ومجهود. يعني شوفي كميه الخضره دي، انا لو هشتريها دلوقتي الخضره بدات تغلى خالص في السوق، غاليه وتنشف كده ومش حلوه. لكن دي الخضره بتاعت الشتاء بقى، اللي هي بتبقى موروره دي ومرعرعه، فبتبقى حلوه قوي، بتدي للمحشي كده تيست رهيب. لا، والاحلى ان انت بتحطي بقى براحتك،
تحطي بقى كميه براحتك، كانك مثلا اشتريتي ب10 جنيه خضره محشي وحطيتيها في المحشي، فالمحشي بتاعك بيبقى طعمه زي العسل. طيب هنا بقى افتكرت ان انا كان عندي شويه نعناع، فكنت سايباهم في الغربال، مش غربال، ده اسمه ايه، المنخل السلك ده، فكنت سايباهم فيه علشان ينشفوا، فرحت منقيه العيدان بقى كده زي ما انتم شايفين، وهفركهم كده على المحشي، بيودي المحشي في حته تانية خالص. والله بجد انا المحشي بالنعناع ده بموت فيه. في ناس ما بتحبوش بالنعناع، انت من انهي طائفه؟ لا انا من طائفه المؤيدين النعناع في المحشي، تحفه. بس مش بحط النعناع في اي حاجه تانية، هو محشي بس، عشان بس ايه ما يختلطش علينا الامر كده. وبفركه كويس كده في المنخل بتاعي، في الغربال بتاعي، لحد ما ينعم بقى خالص كده زي ما انتم شايفين. اهو بصوا. ايوه عشان الحمام طراوه كده وبيبقى رطب عليها. حطيتوا لايك يا ولاد للفيديو، ما تنسيش بقى تحطي لايك يا اختي للفيديو بتاعي، وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، فعلي زرار الجرس وشيري الفيديو وكومنتاتكم الحلوه وبقيه الموشح اللي انتوا عارفينه. هنا بقى انا بعمل ايه تقريبا، هنا بقى كنت بصفي الرز، بظبط الدنيا يعني عشان نعمل بقى المحشي مع بعض دلوقتي. رحت بقى مطلعه من الفريزر كيس كروب، لان زوجي العزيز مش بيحب الورق العنب زي ما قلت لكم، فهي دي يا ولاد فايده التفريزات. والطماطم برضو كانت في الفريزر، والبصل الحمد لله عندي موجود، والدنيا الحمد لله زي الفل زي الفل. هو انا اشتريت البصل بكام يا دي النيله؟ انا خايفه البصل يا ستي الكيلو ب6 جنيه، 5 و6، 4 كيلو، 4 في 6 ب24، 4 في 6 ب24، الراجل خد مني 25. ماشي تمام ماشي. جبت بقى الورق العنب بتاعي وفرشت، قعدت على الارض بقى لان رجلي خلاص مستويه والله بجد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. النهارده كنت في السوق، فالمهم ايه، الست اللي انا بشتري منها فاكهه بتقعد برضو في السوق بتاع بلدنا، فهي عارفه امي، فبتقول لي خالة ام محمد فين، محدش بيشوفها يعني؟ قلت لها ما بقتش تطلع، ما بقتش تروح السوق. قالت لي بقى سلمينا عليها كتير كتير. قلت لها ماشي وصل. فالمهم ايه، البنت اللي انا هي مش بنتي يعني، هي ست مثلا في الاربعينات كده، امها برضو بتبقى قاعده معاها. فالمهم بتقول لها ايه يا اما انت مش، فراحت امها بتقول لها انت قصدك على مين يا شربات، اسمها شربات. قلت لها انت قصدك على مين يا شربات؟ قالت لها خالة محمد ياما اللي كانت دايما تيجي تاخد من عندنا الفاكهه. قالت لها ما اعرفش مين ام محمد مين. قالت لها ياما ده انت في الطراوه خالص. المهم البنت ايه غلطت في امها بلفظ كده، فانا بصيت لها كده اللي هو ايه ده، انت ازاي بتقولي لامك حاجه زي كده، او انت في الطراوه، انت دماغك بقى ترللي حاجه زي كده. فالمهم ايه، راحت بتقول لها يا امي خالة محمد اللي كانت هناك بيتها في السوق، اصل بيت امي يعني بيت امي اصلا هو في السوق برضو، يعني فاهمين قصدي ازاي، في السوق في قلب السوق برضو. فراحت وصفها لها، فراحت قالت لها والله هي فين محدش بيشوفها ليه، الست ام شربات بقى دي يعني. فبقول لها والله يا خالتي ما بقتش تطلع يعني، رجليها تعبانه وكده وما بقتش تطلع، ما بقتش تروح السوق. قالت لي طب بالله عليكي امان عليكي بسلمينا عليها كتير. قلت لها حاضر ماشي. المهم وانا قاعده باخد بقى منها الموز وكده، فراحت امها مش عارفه بتقول لها ايه كده،
فراحت بتقول لها ايه الغباء ده؟ هي شربات دي مش صغيره، ده انا زي ما بقول لكم كده في الاربعينات، ست يعني، بس يعني مش كبيره او مش صغيره او وسط، يعني ما في الاربعينات، ممكن في اواخر الثلاثينات، مش عارفه بصراحه، بس حاجه في الحدود دي. فالمهم راحت بتقول لامها ايه الغباء ده؟ فاللي هو ايه ده؟ مع ان عايزه اقول لكم بقى شربات دي يعني محدش شايلها غير امها، ليها ظروف معينه، معاقه هي، يعني مش قصدي والله على كلمه معاقه دي، مش الواحد شوف والله على قد ما بيقدر بينتقي الالفاظ، يعني ممكن ايه نقدر نقول رجليها فيها مشكله، رجليها فيها مشكله وما اتجوزتش خالص. ف هما برضو يعني مش هقول لكم جيراننا، لا مش جيراننا، بس احنا عارفينهم من نفس البلد بتاعتنا. فعايزه اقول لكم ام شربات دي هي يعني من صغرها، من يعني موضوع الاعاقه اللي في رجليها ده من زمان، من وهي صغيره اصلا. فامها دي شايلاها، فالوقت امها كبرت بقت في الستينات داخله على السبعينات، فممكن تكون بتنسى دماغها، يعني ايه برضه هيستوعب ايه ولا ايه. فانتي امك شايلاكي العمر كله، وانتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وامك يعني الست دي على فكره حنين عليها جدا، وامك يعني شايلاكي وكده يعني. بعد ما مثلا تكبر في السن ودماغها ما تقدرش تستوعب كل حاجه، لما مثلا تقول حاجه غلط او كده تقومي تقولي لامك ايه الغباء ده. وعايزه اقول لكم شربات دي بتحب امها جدا، ما بتقدرش تستغنى عنها ابدا، في اي مكان واخداها معاها، في اي مكان امها مثلا رايحه تكشف، رايحه مكان شربات معاها. فانت ليه بتضيعي ثوابك ان انت بره بامك وبتساعديها وقاعده معاها في السوق؟ بل بالعكس، مش قاعده معاها، ده هي يعتبر هي اللي شايله الليله، هي اللي بتبيع وبتوزن وبتحاسب الناس، وما بس ايه خلاص كبرت في السن ومجرد قاعده كده وخلاص. طب انت ليه انت بره؟ انا شايفه ان هي بره بامها وتعبانه معاكي، وانت تعبانه معاها، هي تعبت معاكي وانت صغيره، فانت بتردي لها الجميل الوقت. فليه بقى ليه اللفظ ده؟ ليه الالفاظ دي؟ انت دماغك فوتت، انت دماغك مش عارف ايه، انت ايه الغباء ده؟ انا من رايي يعني ان شربات دي إيه كده، ما اعرفش الله اعلم، انا متهيألي كده هي بتضيع تعبها، يعني ممكن ما تاخدش ثواب بر امها، لان الام يا جماعه برضو ما ينفعش. حتى على فكره عايزه اقول لكم امها ضحكت لها لما بتقول لها ايه الغباء ده او انت دماغك ترللي. الام الست الكبيره ما ردتش والله، ولا ردت ولا وبختها ولا اي حاجه خالص، ضحكت كده ابتسامه وخلاص. معنى الابتسامه دي ان هي واخده على كده، واخده على ان هي بنتها تهينها وتشتمها وتقل منها قدام الناس على سبيل الضحك والهزار، يعني على سبيل ان هي بتقول كده عشان انا اضحك او الناس اللي واقفين يضحكوا. لا ما ضحكتش والله خالص، بالعكس اضحك على ايه؟ هضحك على واحده بتقول لامها ايه الغباء ده؟ وامها ست كبيره؟ ازاي يا جماعه؟ مش عارفه. الام دي يا جماعه لازم تبقى في مكانه تانية خالص، في حته تانية خالص، ولا ينفع تتهان، ولا ينفع تتشتم، ولا ينفع تتزق كده على سبيل الهزار. عشان انا بشوف ناس برضو تبقى ايه بتهزر مع امها كده تروح زقاها، او مثلا امها قالت لها حاجه او اتضايقت من امها تروح زقاها، يعني ايه كانها بتضربها يعني. لا ما ينفعش، الام والاب ما ينفعش يتعامل معاهم كده خالص خالص. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. فما بالكم بقى لما بيوصلوا بقى لسن 60 وسن 70 وما فوق 70؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال. فلسه جايه من السوق والله واستوقفني الموقف ده، فقلت احكيه لكم يعني. اتغصت من شربات قوي، اتغاظه منها والله. فتعالوا بقى نرجع للمحشي بتاعنا الجميل ده. انا قلت ايه مش هقدر اعمل كل كميه المحشي دي، وفي نفس الوقت هي كتيره مش كلهم مش هيتاكلوا يعني. فقلت اقسمه على يومين، اعمل حله النهارده وحله اعملها بكره ان شاء الله. ابقى ايه بكره بقى اروح السوق. ده الكلام ده امبارح، انا عاملاه امبارح بالليل، بس بسجل لكم الفيديو النهارده يوم الاحد. فقلت هيبقى عندي بقى سوق بكره، يبقى عندي اكل برضو في التلاجة كده يسد مع العيال. ربنا يا رب يقوينا عليهم، ربنا يقوينا على العيال والله.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صليتوا على النبي يا ولاد؟ يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده دعاء سيد الاستغفار يا جماعة. أنا قلت صح كده؟ كرروه بقى كتير كتير كتير. حوقلي كتير وسبحي كتير وكبري كتير وقولي الحمد لله كتير وقولي دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت كتير 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 كتير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا بقى نعمل أكل إيه؟ كان عندي لحمة مسلوقة. الله، حتة إن أنت يبقى عندك أكل دي وتكملي عليه حلو قوي. يعني أنا اللحمة دي كنت سلقاها امبارح برضو، فاكرين ساعة ما سلقت لحمة وعملت حواوشي وعملت لحمة مفرومة بالبصل والفلفل وعملت تسبيكة محشي. كل ده عملته في يوم واحد اللي هو أول امبارح. فبتنفع بقى الحاجات دي، تجهيزات الاكل دي والله بتنفع. فرحت واخده كده شويه من الشوربه. طب انتي بتصفي الشوربه ليه؟ يعني واحده تسالني بتصفي الشوربه ليه؟ علشان بيبقى فيها حتت ورق لورا، حتت بصل، مش عارف ايه، فالشوربه تبقى نازله كده رايقه وحلوه يعني. المهم حطيت شويه شوربه على المحشي وخدت شويه شوربه تانيين حطيتهم في الحله دي عشان اعملهم شويه ملوخيه تستاهل بقكم كده. ملوخيه فروزن برضو، كله من الفريزر. ما شاء الله جميل. التفريزات دي شيء جميل والله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كده المحشي بتاعنا خلاص قرب يستوي والملوخية تتعمل واللحمة بقى مسلوقة من امبارح وزي الفل أوي كده الحمد لله جبرت يعني. ادي احنا كده خلصنا من موال الأكل. عقبال بقى موال تنظيف المطبخ. تصدقوا يا ولاد ما بقتش اقدر اعمل حاجتين يعني، خلاص يعمل اكل يا نظف المطبخ. مش عارفه اعمل ايه في نفسي، والله ما عارفه اعمل ايه في نفسي. ادعوا لي بقى يا جماعه، ادعوا لي. ما بقتش نشيطه كده وانجز كده شغلي واعمل حاجتي بسرعه بسرعه واقعد. مبقاش كده خالص، الوضع بقى صعب معايا. ادي الملوخيه بتاعتنا اهي. شوفوا، عايزه اقول لكم ادي لها سنه والله العظيم يعني. بصوا من الصيف اللي فات وما شاء الله خضره وجميله. احط لها شويه بقى بودره مرق الدجاج وتبقى عسل. يلا بقى تعالوا كلوا معانا. يوسف بقى بيقول لي انا ميت من الجوع يا طنط فاطمه. قلت له ماشي يا سيدي يلا ودوا الاكل بقى عشان ناكل. بيشم الملوخيه الله. بيقول لي اكلك جميل يا طنط فاطمه. قلت له بالهنا والشفا يا سيدي.
يلا ودي بقى احمد، وانا هشيل الملوخيه وديها بقى ونقعد ناكل. هو بيحب الليمون مع المحشي.